السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد او وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم بمناسبة اقتراب حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم. غنبداو نصايبوا المعسلات والاستعدادات ديال رمضان، وغادي نصاوب اول حاجة غادي نشارك معكم هي العسل. والعسل هاد المرة غادي نصاوبوا معكم، انا مشاركة معكم شي جوج ديال المرات. هاد المرة غادي نشاركوا معكم في طنجرة الضغط وفي طنجرة عادية وبسكر سنيدة. جوج ديال الاخوات طلبوا مني نشارك معكم العسل في طنجرة عادية، الاخت ابتسام والاخت امل. نزولا عند الرغبة ديالهم غادي ندير جوج ديال الطرق. النتيجة كتكون هي ولكن كاين واحد الفرق غادي تعرفوه من بعد وحنا كنخدموا. غادي تعرفوا الفرق اللي كاين ما بين العسل في الطنجرة عادية وما بين العسل في طنجرة الضغط. هو القوام تيجي كيف كيف، وكيجي معسل ثقيل كيلصق في المعسلات، كيجي غزال رائع. غير هو كاين واحد شويه ديال الفرق غتعرفوه معايا. قبل ما ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، شكرا لكم على تعاليقكم الزوين اللي تنقول لكم دائما. تعاليقكم كتحفزني على خدكم عليا، ورمضان كريم مسبقا. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. المقادير اللي غادي نحتاجو، انا عندي هنا 4 كيلو ديال السكر سنيده، كل باكيه فيها 2 كيلو. كل وحده غنديرها في الطنجره ديال الضغط، وحده غادي نديرها في الطنجره عاديه. هنا عندي برتقاله وعندي ليمونه حامضه، عندي المستكه اولا المسكه الحره، عندي الزعتر، وعندي القرفه. الزعتر يكون زعتر زوين، ماشي داك المحسحت، يكون الزعتر بحال ما هكذا باش يعطينا الكو ديالو، يجي العسل منكه بالزعتر. هنا السكر غادي ندير كل باكيه غادي نفرغها في طنجره، وكل باكيه ديال السكر فيها 2 كيلو. غادي نضيفوا لهم لتر ديال الماء. في كل 2 كيلو ديال السكر لتر ديال الماء. نفس الشيء في الطنجره الضغط هو اللي في الطنجره ديال العاديه. الليمونه قطعتها وفرقتها على 2 الليمونه الحامضه، ودرت 2 ديال الدوائر ديال البرتقال كبار، وكل نص فرقتهم على 2، يعني النص ديال الحامضه نديرو في طنجره ونص في طنجره، ودائره في طنجره ودائره في طنجره ديال الليمون. وغادي ناخذ داك الزعتر هو والقرفه. الزعتر غادي نديرو في صريرات، غادي ندير كل واحد في شويه ديال الثوب حياتي اولا في الثوب ديال الفاصمه. هنا فرغت سنيده في الطنجرات بجوج، كل وحده غنضيف لها كل 2 كيلو غادي نضيف ليه لتر ديال الماء كيف كتشوفوا. وغادي نبقى نحرك واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 دقائق وانا كنحرك فيهم حتى ندوب السكر شويه عاد باش نديرهم فوق النار. من الاحسن نحركوهم شويه تيذوب السكر عاد نديرهم فوق النار. يعني بطبيعه الحال الطنجره كتعطل زياده على طنجره الضغط، ما عندهاش الوقت، كنبقاو نردو لها البال وكنحركوها وهي كطيب وحنا كنحركو فيها حتى كتبان لينا طابت. الحامض هو اللي تيخلينا نعرفوها طابت باش كيتكرمل. هنا انا ذوبت السكر شويه، غادي نضيف للطنجره عويد ديال القرفه والنص ديال الليمونه. الليمون الحامض حيدتو داك العلفه ديالو، دوك العظيمات اللي تيكونوا. ونفس الشيء بالنسبه للبرتقال تا هو نحيد، ولكن البرتقال عندي انا ما فيهش العظم. والبرتقال حتى نختاروا لا في الليمون ولا في البرتقال نختاروا ما تكونش القشره ديالو ديك اللبابه البيضاء غليظه باش ما تعطيناش المروره. انا فرقتهم على الطنجره وعلى الكوكوت. هنا بقات ليا الزعتر غادي نديرو في الصريرات، غادي نفرقو حتى هو على جوج وغادي نديرو في الصريرات. هانتوما كتشوفوا درت 2 ديال الصريرات، وحده حطيتها في الطنجره الضغط وحده في الطنجره عاديه. غادي نطيب الطنجره عاديه هي الاولى، غادي نديرها فوق النار وغادي نبدا نحرك فيها نار مهيله. ها هي دابا انا هنا نص ساعه وانا نص ساعه دازت عليها وهي كطيب، والغلاقه مديوره غير على النص ديالها وما نغفلش عليها بالتحرك. هنا هو الليمون ولا كيتكرمل، داز ساعه وشويه، بحيث قبطات لي في الطياب 2 ديال السوايع تقريبا، شي 46 دقيقه ولا 45 دقيقه. هاد باش طابت هذه اللي في الطنجره، ها هي طابت. كيف كتشوفوا معايا باش كنعرفوها طابت. الليمون كيتخوى من الداخل، كيتكرمل وكيتخوى من الداخل وكيقصاح. هذه هي الطريقه اللي كنعرفوا بها راه العسل طاب. اولا نديروا واحد شويه في شي طبيصه ونحطوه في الثلاجه. دابا غادي نضيف لها حتى اخر حاجه كنضيفوا ما زهر، نص كاس ديال ما زهر ما ذكرتوش في الاول. وديك المسكه اللي كانت عندي دقيتها
وفرقتها على جوج، كل راس معلقه صغيره درتو في الطنجره مثلا. المسكه كتعطينا التساليكه للعسل ديالنا. تنديرو هي اخر حاجه هي هو ماء الزهر. دابا غادي نحيد دوك الليمون والحامض وداكشي كله اللي دايره فيه، مش قبل ما يبرد، باش من يبرد ما يهز هادشي العسل بزاف معاه، وكيبان خفيف ولكن ملي كيبرد كيتقال. هنا رجعنا للطنجره الضغط، نفس الشيء. انا غادي ولا هي اصلا دابت مع خدات وقتها راه دابت، بدا داك السكر داب، بقى الماء بحال السيرو. دابا غادي نشعل عليها، نخليها فوق النار حتى تبدا تغلي، ونسد عليها ونحسب ليها من تبدا تصفر 45 دقيقه على نار مهيله، عاد نفتحها تدوز 45 دقيقه. من بعد ما دازت 45 دقيقه فوق نار مهيله تبدا كتصفر، عاد لي تبدا كتغلي، عاد سديتها وبدات كتصفر، عاد حسبت الوقت 45 دقيقه. ها هي طابت حتى هي، انا عرفتها طابت من الحامض ولا اللون ديالو غادي للماغون، يعني تيولي ذهبي مغلوق وكيخوى من الداخل، وفاش كنقيسوه بيدينا كنلقاوه قصاح كيتكرمل. ملي كيتكرمل يعني راه الماء تبخر من العسل. نفس الشيء ضفت هنا نص كاس ديال ماء الزهر، والمسكه اللي عندي الحره، ولكن هاد الطنجره الضغط رجعتها واحد شويه فوق النار، جاتني شويه خاصني نزيدها طيب، رجعتها واحد 5 ديال الدقائق ولا 6 ديال الدقائق. ونفس الشيء غادي نحيد لها حتى هي من نزلتها فوق النار، نحيد ليها الليمون والحامض وهي باقا سخونه باش ما يردوش ليا من بعد العسل بزاف. وغادي نخليه يبرد، تيبان خفيف ولكن غادي يبرد، غادي يتقال وغادي يولي عسل ثقيل مقاد. نخليه يبرد وغادي تشوفوا معايا النتيجه النهائيه. ها هو العسل ديالي وجد. عندي هنايا في هذا البول هو اللي طيبته في طنجره الضغط، واللي في هذا البول ولونه غامق شويه هو اللي طيبته في طنجره عاديه. كيف قلت لكم الفرق، غنقول لكم الفرق شنو هو اللي في الاخر كنلقاو. اللي طاف في طنجره عاديه جا لونه مغموق شويه، وبقى قليل على اللي طاف في طنجره الضغط، بحيث كيطيب عريان ومده طويله هو كيطيب تقريبا 2 سوايع، كيتبخر منه الماء اكثر وكيجي اللون مختلف واحد شويه على اللون ديال طنجره الضغط. واخا درت نفس المنكهات، درت هنايا نفس الطروفه اللي درت ديال الليمون الحامض في هذا درتهم في هذا، كل واحد درت فيه طرف ديال البرتقال. الزعتر درتو في الصريرات، هذه القرفه درت 2 جواد ديال القرفه، يعني نفس القياس اللي درت هنا درتو هنا، ولكن اللي طاب في الطنجره ديال الطنجره عاديه جا اللون ديالو شويه غامق، ماشي محروق ولا شي حاجه، هو لونه شويه غامق وقلال على اللي طاب في طنجره الضغط. اللي طاب في طنجره الضغط ها هو اللون مفتوح، والفرق ما بيناتهم في القياس كاس ونص ديال العنبه بقى زايد في هذا. واخا درت نفس القياس، درت هنا 2 كيلو ديال السكر سنيده وهنا 2 كيلو ديال السكر سنيده، مع هنا لتر د الماء وهنا لتر د الماء، والمقياس كيف اللي درت هنا درت هنا، ولكن جا الفرق في اللون وجا الفرق في القياس. هنا فاش عبرتو القياس هذا ديال طنجره الضغط زايد بكاس ديال العنبه ونص على اللي طاب في طنجره عاديه، بحيث الطنجره عاديه كطيب عريانه كيتبخر منها الماء شويه. طنجره الضغط كطيب في 45 دقيقه فقط كنلقاو العسل طاب. انا خليته يزاد واحد 5 ديال الدقائق باش يزيد يعقد. في الطنجره العاديه تقريبا 2 سوايع، ساعه و40 دقيقه عاد طاب ليا. من بدا تيغلي خليته عريان الغلاقه غير في النص ديال الطنجره ونار مهيله، وخليته كيطيب حتى عقاد، وخدا هذا اللون وخدا القوام. انتم تشوفوا معايا القوام راهم كيف انتم شوفوا القوام ديال هذا راه ثقيل، واخا باقي ما بردش مزيان، هو برد ولكن تيبغي يبات عاد تيثقل اكثر. انا صايبته في الصباح ودابا كنفيني معكم مع العشيه، يعني بقى شي 3 ديال السوايع ولا 4 حتى برد مع الجو بارد، ولكن غادي يبات غادي يثقل اكثر. والسر ديال النجاح ديال المعسلات هنا في العسل، باش يبقاو المعسلات ديالنا محافظين على التعسيله ديالهم معلكين، يكون العسل ثقيل باش ما يرطابوش ديك الورقه اولا الشباكيه ترطاب وتبقى تتفتت، العسل يكون ثقيل، كيبقاو ملبسين بالعسل وكيبقاو محافظين على التعسيله ديالهم طيله الشهر. بحيث حنا الشباكيه مثلا ما كنصايبوش 2 المرات ولا 3 في الشهر، كنصايبوها مره واحده. اذا نخدموا بعسل زوين زياده على اننا نكونوا كنديروا المقادير مضبوطين وكنخدموها بطريقه مضبوطه، العسل يكون ثقيل بحال هكذا. انتم غتشوفوا معايا العسل الاخر راه القوام كيف واخا كاين فرق واحد شويه ديال الفرق في اللون
وكاين فرق في القياس من طبيعه الحال. هانتوما هذا حتى هو نفس الشيء، حتى هو ثقيل كتشوفوا. كيف قلت لكم ما بايتش من غادي بات، غادي يزيد يتقال اكثر. هنا عندي باش كيفاش كنعرفوا العسل طاب. اول حاجه فاش كنفتحو، فاش كدوز مثلا انا في طنجره الضغط دازت 45 دقيقه من بعد ما بقات الكوكوت هذيك الصفاره كتصفر، حسبت 45 دقيقه وحليت. هاد الليمون الحامض كيتكاراميليزا بحال ما هكذا، كياخذ لون ذهبي مغلوق وكيخوى من الداخل وكنلقاوه قصاح تكاراميليزا. هنا كنعرفوا راه ما بقاش داك العسل الميه، راه هو يعني طاب تبخر منه الماء وبقى معسل. داكشي باش تكاراميليزا لينا الحامض خد هذا اللون. صافي كنطفيو عليه، اولا لا جانا شويه باقي جاري بزاف كنزيدو عليه واحد شويه وتنطفيو. راه هذا هو الطريقه اللي تخلينا، هذا هو الحاجه اللي كتخلينا نعرفوا العسل واش طاب ولا مازال، هو الليمون الحامض. والليمون الحامض كيخلي حتى العسل ديالنا من بعد ما كيطيب ما كيتحجرش. ضروري من الليمون الحامض، واخا نديرو شي منكه اخر، الليمون الحامض شي حاجه اللي ضروريه. القرفه حتى هي كتعطينا النكهه. انا هنا درت القرفه ودرت الزعتر ودرت الليمون، هادو هما والبرتقال، هادو هما النكهات اللي تعجبوني دائما. الزعتر ما كنستغناش عليه في العسل، كيجي النكهه ديالو زوينه. هو القرفه. هادشي اللي غنقول لكم. اهم حاجه كما قلت لكم النجاح ديال المعسلات هو العسل يكون ثقيل بحال ما هكذا، تبارك الله. ونخليه واحد 3 ايام. بالنسبه للاخوات اللي ما كينجحش معاهم اولا كيخافوا ما كيعرفوش امتى راه العسل طاب ولا مازال، ضروري خليه واحد 4 ايام عاد يخدموا به، باش ربما يكون يبان لهم طايب وما حرقوه وكيدير كيتحجر من الفوق، كيولي بحال الزاج فيه. الا خدمنا به في نهار ولا لا غد ليه مثلا صايبنا به الشباكي ولا البريوات غادي يفسدوا لينا. ندوزو 4 ايام ولا 5 ايام نلقاهم كلهم من الفوق ولاو بحال فيهم الدجاج. داك السكر كيولي سكر بحال مدردره عليهم غير السكر. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون وصلت لكم، اولا نتمنى نكون الفيديو ديال اليوم فاد بعض الاخوات اللي تيكونوا مبتدئات وما ما عندهمش مع التصايب ديال الحلويات بزاف. ماشي عيب، كاين كل واحد وشنو كاين اللي ما عندوش مع الطياب والشباكيه والبريوات وهذا كيمشي ياخذهم. وبخصوص العسل اللي ما كيتقنوش يشريه، احسن حاجه اللي ما تيتقنش العسل يشريه، لانه مهم. هو في المعسلات هما من الحوايج المهمه اللي كيخليهم ينجحوا ويبقاو معنا الشهر كله. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر وفي وصفه واحده اخرى. مع السلامه.